من ساعة ما قرأت الجواب ونورة مش قادرة تنام. بتحس إن كل كلمة فيه مش غريبة، كأنها سمعتها قبل كده أو شافتها في كابوس مش بيفارقها. تاني يوم استأذنت من الشغل بدري وركبت ميكروباص رايح الزمالك. الجو كان غريب، ما بين شمس وغيوم، كأن الدنيا مش عارفة هي رايحة على فين. وصلت قدام الكافيه اللي في الجواب، كافيه روز. اللافتة مكسورة ونصها واقع، والتراب مغطي الإزاز كأنه متقفل من قرن. حاولت تبص من الشباك لكن جو ضلمة. فجأة لقت راجل كبير في السن واقف وراها بصوت مبحوح قال: أنتِ بنت نبيلة؟ اتفاجأت. أيوه، حضرتك مين؟ أنا صلاح، كنت ضابط زمان. أمك كانت ست محترمة ووالدك كان راجل عنده أسرار تقيلة. سكت لحظة وقال: الرسالة اللي لقيتيها اتأخرت سنين بس باين إنها لسه عايزة تتقري. نورة بدأت تحس إن اللي جاي مش بسيط. أنت عرفت منين؟ كنت راقب والدك زمان، مفيش حاجة بتعدي. بس اللي انت مش عارفاه إن أمك ماتت مقتولة. في اليوم التالي نورة كانت في حالة من الارتباك والقلق مش سايبها. بعد لقائها مع صلاح قررت تكمل طريقها في كشف اللغز، حتى لو كان هيقلب حياتها كلها. رجعت لبيتهم وفتحت الدواليب القديمة. كانت عارفة إن في حاجات مش مفهومة في تاريخ عيلتها. ولقت مجموعة من الأوراق القديمة والمستندات بتتكلم عن قضايا ماضية، لكن كلها كانت متقفل عليها بختم سري. قررت تكمل البحث، وفي وسط الأوراق لقيت ورقة بتتكلم عن جريمة قتل قديمة حصلت في نفس المكان اللي ذكره الجواب. القاتل كان ياسين، والدها. لكن كانت الجريمة مش كما تبدو. فجأة الباب اتفتح ودخل ياسين وادها، وكان وجهه مليان بالحيرة والقلق. عينيه مش زي ما كانت قبل كده، وملامحه متغيرة. انتي عرفتي؟ قالها بصوت ضعيف وكأن الكلمة دي كانت متأخرة كتير. نورة بصت له وكان قلبها بيدق بشكل غريب. أمي ماتت مقتولة صح؟ ياسين وقف لحظة ثم قال: أمك كانت جزء من قصة أكبر، قصة مليانة أكاذيب، ولكن الحقيقة هي إنها كانت تحاول تحميني. وقال بصوت متألم: لكن لما قررت إنك تكوني جزء من القصة دي أنت بتكتبين الفصل الأخير. نورة وقفت قدام أبوها وكل شيء حوالين العالم ده بدأ يتبدل. كانت فاكرة إنها هتجد الحقيقة، لكن الحقيقة كانت أكبر وأصعب مما تتصور. والديها كانوا في وسط جريمة قتل كبيرة، لكنه لم يكن قاتلاً. الحقيقة كانت إنهم كانوا جزء من شبكة كبيرة تابعة للسلطة، وكانت أمها قد حاولت الهروب منها قبل أن يقتل الجميع بسبب فساد الحكومة في وقتها. نورا وقفت وحست بحيرة بين الحقيقة والخيال، وقررت إنها ما تكملش طريق كشف كل الأسرار. أحياناً الحقيقة ممكن تكون حمل أكبر من اللي نقدر نحمله. في اللحظة دي اتخذت قرارها، تركت الماضي وقررت تواصل حياتها لكن مع فهم جديد للعالم ولعيلتها. يمكن يكون سر والدتها والرسالة هي بداية لفصل جديد من حياتها، أو النهاية. بعد مرور شهور نورا بدأت حياة جديدة بعيداً عن عائلتها السابقة، لكن في أعماق قلبها كانت دايماً بتسأل إذا كان القرار الصح كان هو إنها تترك كل شيء خلفها، أو لو كان ممكن تغير شيء لو رجعت.